عن هذا التحايل التحكيمي. نتحدث أيضا ونقولها بصريح العبارة: لم نكن ننتظر الكثير من هذه الكان 2025، وننتظر كأس إفريقيا أخرى أين تكون الظروف منطقية، أو يكون الحديث كرة القدم. وأيضا عندما تستعيد كرة القدم الإفريقية مصيرها بيدها، وأن تتخلص الكاف من التبعية للأشخاص. هذا هو رأيي الذي خرجت به من هذه الكان ومما حدث اليوم في مباراة الجزائر نيجيريا. لا نقول أن نيجيريا ليست منتخبا قويا، بل هي كذلك واستحقت التأهل أيضا، لكن حتى المنتخب الوطني الجزائري ذبح اليوم تحكيميا. جمال بالأمر، ماذا يمكن أن نقول عن هذه الكان؟ صراحة ليلى قلت كل شيء، والآن نشوف أن الخبايا ما رجعتش خبايا في البلد هذا المنظم. أتوقع أنه ما راحش نتكلم كثير، ما نحبش نشكي بزاف، يعني لاعب ما نحبش ندخل في نبان باللي انهزامي. لكن أنا عندي رسالة للاعبين: ثقوا في أنفسكم، ثقوا في العمل، ثقوا في الشعب هذا. احنا واثقين فيكم، ماشي بيسك ربحتوا ولا خسرتوا، واثقين فيكم لأنكم تمثلوا العالم هذا. خليني نقول لهم جمال، هذا الإعلام عمره ما يطيح. الإعلام هذا يمثلوا، وأنا نشوف من الأحسن يدخلوا بلادهم، بلاد العزة والكرامة وبلاد الأساطير. يدخلوا بلادهم معزين وكرامة. خلاص عيينا من هذه الكان هذه، والله عييت أنا. تقلقت شويه من الحكم هذا، تقلقت كثير، لان انا صراحه لو كنت في الملعب ممكن نخرج باحمر. انا مع الكاركتير اللي عندي. برافو اللاعبين، لعبوا ضد الهاجس البدني، ولعبوا ضد الحكم، لعبوا ضد الجمهور الغايب، لعبوا ضد حرب اعلاميه نفسيه قادره الصراحه، ما سمحوا لي على الكلمه. انا نتوقع انه والله يرجعوا لبلادهم احسن. والله ما عندوش باش ربحنا اشياء كثيره، ربحنا جيل مليح، ربحنا مدرب مليح. ماشي مباراه اللي تبدل الفكره تاعنا اللي بدينا بها ولا اللي كانت الى قبل المباراه. اتوقع نقول لهم انا يعطيكم الصحه، احنا رانا فخورين بكم. وهاد الزوج هذا اللي راهم هنا هذوما حليليين وعشناهم، ونجيبوا ثلاثه كي تكون في البلاد فيها كنا صغار وعشناهم، لعبناهم وشفناهم. كأس العرب شفناه، يعني دائما احنا السباقين في الألقاب والأفراح الحمد لله. وخلاص هذه الأمور جمال تكتيكيا فنيا والله ما نتكلم اليوم صراحة، نبقى ساكت من هذا الجانب. إذا الإخوة عندهم شيء أظن كلامك في البداية كلام جوهري ومفيد جدا. لماذا؟ لأن درتي خلاصة كاملة. لأن في نهاية المطاف نعم كرة القدم فيها هزايم مرة وهزايم مسجعة. لماذا؟ لأن الفريق الوطني لاعب ضد ماهوش كرة قدم، ماهوش منطق ميداني وفقط، ولكن خارج المستطيل الأخضر لعبت أدوار خارجية، لعبتها نظن القادرة. ومن هذا الباب أقول أن الفريق الوطني له من الإمكانات نعم دورة مشرفة إذا قارناها بالدورات الأخيرة والخرجات السريعة، لكن لم تكن منتظرة. المؤكد اليوم فريق وطني كسبناه، وكرة القدم هكذا هي هزائم ولكن استخلاص الدروس. اليوم فيه جيل جديد راح كما نقول يقول كلمته، نهاية جيل وبداية. نعم، ونتمناها كلمة تبدأ في نهاية كأس العالم بتاريخ جديد. ولما لا؟ نحن قلت انت هذا ما يتحش. لا ما يتحش. لماذا ما يتحش؟ عنده مجال تحمير. لا لأن هذا عنده تاريخ واحد ما عنده تاريخ. الناس جابته بالدم. الله يرحم الشهداء. ولذا أقول الكلام اللي تفضلتي به، أقول كلام هايل. المقابلة تاع اليوم نعم هنيئا للفريق النيجيري، لأن نظن كان في مجريات اللقاء كلها لصالحه، ولكن أحسن لاعب داخل الميدان هو الحكم اللي تغاضى
أقول تغاضى على ضربة جزاء اللي كانت تقدر تغير مجريات اللقاء، وكذلك غرفة الفار اللي كانت مساندة للحكم. أمين. والله أنا راح ندير لك ملخص. صعب هدف بولبينا، الزكايا كامل. والله كنا نتوقع يعني مور هدف بولبينا ما راح تكون امور عاديه. والله ليلى هدف بولبينا زعزع الكاف باعضائها بمكتبها. والدليل امين عمرها والنصرات، واكيد محمد زكرياني راح ياكد لك واش رانا نقولوا، عمرها ولا انه قائمه الحكام المعنيه بدور ولا بمباريات ما تخرج حتى ساعات متاخره من الليل يعني. انا كل ليله الكل كان داير المنتخب الوطني ما راحش يتجاوز دور المجموعات. ثم لما رحنا الدور الثاني الكل كان داير راح نقصى مع كونغو. صح. اكيد هدف بولبينا حقا اثر كثير على الكاف، واثر على اعضاء المكتب، واثر على كل الحسابات. تكلم جمال والشيخ على كلمه، نجمتين هادوك اثنين جاوا بالحلال. وحتى ما يجي مونديال، لا يجي كأس حتى العالم، يجي الجديد. احنا كسبنا شيء ايجابي اللي هو لاعب بومشبان، لاعب مثل بلغالي اللي كان درنا فيه ثقه واعطانا دوره جيده، لاعب مثل بولبينا، لاعب بركان، حتى اكتشاف اللاعب مازا. يعني نعتبره لو نعطي احسن لاعب في هذه الدوره نعطيه المازا. اكتشفنا كذلك بالعيد اللي ادى دور كبير في الحاله الدفاعيه، وكان عنده ربما نقولوا بوا كبير في المنتخب، وزن كبير. اكتشفنا عده اشياء. ليله 4 اشهر راح نلعب كاس العالم، هذا اللي راح يخلينا باش احنا راسنا دائما مرفوع. يعني منتخبنا الوطني وبلادنا الجزائر دائما راسها مرفوع. هذا اللي راح يخلينا نروحوا في الايجابي. انا دائما ليله نتكلم ايجابي ما نتكلمش سلبي. الان حقا راح كل راح يدير مصطلح لو، يعني قبل المقابله ما نديروش لو، بعد المقابله كل يدير. لكن انا نقول لك هدف بولبينا والله الهدف صعب باش تتجرأ الهدف في الدقائق الاخيره وتخليك باش تدير الحسابات وتغير. ربما الشيخ ادرى به الاشياء، تغير من الحكام، تغير من التنظيم، تغير كل شيء، توقف التذاكر. حاله واش يديروا. لا صعب انت في نفسك مصنف نفسك بانك الاحسن في افريقيا وعندك نجمه واحده. خلاصة قول محمد زكرياني، يلا تحكيميا. لا، اولا رساله للمنتخب الوطني الجزائري. الاعلام اللي كان رجعوا لنا الاعلام يزيد بالكوت، رجعني الاعلام يزيد بالكوت. يلا شوف كي يكون الاعلام هذا قدامك ما اعطيك تاعي هاك. لا ما بنخافش، لا ما خاف. نعم هو يولي شباب. المنتخب الوطني كل اللاعبين، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، الاداري، كلكم شرفتم الجزائر، رفعتم هذه الرايه خفاقه في السماء. الذين كانوا لا يريدوننا ان نذهب بعيدا في هذه الدوره، ولكن لم ننهزم على قضيه الميدان، لم ننهزم على البساط الاخضر، بل هزمونا الحكام. وانا كنت اعرف، الان اتكلم بهدوء وهدوء، لانني كنت اعرف كيف تسير الامور، كيف تدور الامور، كيف التدخلات الخارجيه. نعرف ان الحكم الذي يدير زفرة قد الدنيا. محمد زكرياني ما قلته في برنامج الامس حول التحكيم، يعني شكوكنا ما كانتش لماذا؟ لان الحكم الذي يدير فضائح في المباراة ويكرم بمباراة أكثر منها، ما معناها؟ معناها أن هؤلاء الحكام موجودين لمهمة مخصصة، ألا وهي بكل الظروف، بكل الأحوال لابد عليكم أن تقصوا المنتخب الوطني. أنا تلقيت مكالمات وتلقيت رسائل من عند جمال الغندور، الحكم الدولي المصري، عادل زهمور،
الحكم الدولي التونسي، محمد تمومي الحكم الدولي الليبي، كلهم والله مكتوب فضيحة تحكيمية، والله العظيم هاي هنا مكتوبة فضيحة تحكيمية. كل العالم العربي كلهم يشهدوا أن المنتخب، بعض الناس سيقولون اليوم تقنيا، والتقنيين موجودين، أن المنتخب الوطني لم يكن في المستوى، لا، ولكن من ابتداء من الدقيقة الثانية وأنت تهاجم فيه ولا تعطيني ضربة جزاء لما كنا 0-0، فرق شاسع. أنا أعرف، أنا حكمت 25 سنة في الميادين، أنا نعرف الفرق. في البداية تصفر تعطيه ضربة جزاء، راح المباراة بين التقنيين تتغير. لما تعطيني بطاقة صفراء غير مستحقة العمورة تتغير الأمور. لما محرز في هجمة واعدة متوجه نحو المرمى، شوف ضربة جزاء. انظر يا عالم، انظروا يا عالم، كنا 0.